السجاد والستاير. السجاد والستاير بيحيرونا مين هيجيب السجاد ومين اللي عليه الستاير. تعالوا اقول لكم ازاي هتختاروا الستاير وازاي هتختاروا السجاد وايه المناسب للمكان. اول حاجه الستاير ايا يكن هو الاتفاق على مين اللي هيجيبهم، يعني دي بتختلف من مكان لمكان. في ناس بتقول السجاد والستاير على العروسه، وفي ناس بتقول على حسب الاتفاق، فاحنا ملناش دعوه بالموضوع ده. الستاير ازاي هختارها؟ اول حاجه اختار الستاير اقل لون في المكان. يعني مثلا في الستاره بتاعه الليفينج او بتاعه الريسبشن او ايا يكن، اقل لون موجود. ما اختارش مثلا لون الكنبه اللي هو دلوقتي نازل موضه قوي، الاخضر الغامق ده، اختار معاه لون الستاره نفسها، لا ما ينفعش. اختار اقل درجه، ان كانت في الكوشنز ان كانت في الديكور عندي درجه قليله بختارها. وكمان يفضل بلاش القطيفه في الستاير، الا لو هي الديكور يعني مصممين قوي فيه على الستاره القطيفه، غير كده احاول اتجنبها. احسن ستاير هي الكتان والحاجات اللي هي بتبقى فيها زي الدانتيل او كده، دي بتبقى مثلا في النص والجزء التاني كتان. وكمان في ستاير لذيذه قوي نازله منقوشه وحاجات جاهزه كده شكلها حلو قوي، وقماشها بيتباع. يعني ممكن مش شرط ان انا اجيبها جاهزه كده لان بتبقى مبالغ غريبه الشكل والملامح، نروح نجيبها من الوكاله ونفاصل كتير جدا او من شارع الازهر او كده ونفاصل برضو. يعني لو قالك ب100 قولي ب20 متر، تمام؟ وقولي كده وانتي قلبك جامد يعني ما تقلقيش. في ستاير نازله بتبقى شكلها شيك ومنقوشه وكده. اهم حاجه ان احنا نبقى اي مكان هنختار له الستاره لازم نبقى مرتبين المكان بتاعنا من حيث الدهان، من حيث العفش اللي هنحطه الواناته وشكله ايه، الديكورات اللي ناويين نحطها، هنحط براويز على الحيطه، هنحط فازات، هنحط زرع، ان يكون كل حاجه تبقى قدام عينينا ونبقى عارفين حتى في مخيلاتنا. يعني مش شرط قدام عينينا دي على ارض الواقع، بس تبقى في مخيلاتنا كده والالوانات شكلها ايه مع بعضها، وايه اقل درجه عندي، وابدا احط معاها الستاره والستاره لايقه مع العفش ولا لا، وابدا اجهز كده. وهو يفضل الستاير والسجاده عموما بيجوا اخر حاجه. الستاره ما اعملهاش من نص الحيطه. الستاره ما اعملش بلتكانه، البلتكانات ماتت يا جماعه. البلتكانه في بلتكانه في السقف زي وريتها لكم في الفيديو بتاع شقتي، بلتكانه في السقف على طول داخله جوه الجبسن بورد، ما بتبانش اصلا، بتبقى كأني ستاره نازله من السقف. ديت ماشي. لكن البلتكانه اللي هي خشب بقى وباين فيها حاجات ونازل عليها برائع وكده، ده خلاص الموضه دي راحت، كان ليها وقتها. وفكره ان الستاره ملهاش اي حاجه، ديت حاجه مش هتقدم خالص، يعني هي مفيهاش شكل مميز انها تقدم. فاحنا هنحاول ان احنا عموما في اي حاجه في شقتنا ان احنا نخلي الحاجه ما تكونش بتقدم، يعني نحاول كل حاجه هنختارها تكون حاجه يعني ممتده عشان ما نحسش ان احنا كل شويه عايزين نجدد. كمان ما اجيش اعمل ستاره نص، يعني عندي شباك في الريسبشن فاقرر ان انا اعمل ستاره لحد هنا واسيب بقيه الحيطه فاضيه كده، لا ما ينفعش. اخد الستاره من الاول للاخر، الا اذا شباك تحت سرير، تحتيه سرير، يبقى اعمل الستاره واصله لحد المرتبه، اول المرتبه لمسها، ما خليهاش بقى طويله نازله مدلدله على المرتبه واللي يجي ينام يقعد يشدها لي ويوقع البلتكنه على دماغه الحوادث الجميله دي. لا، اختار طول الستاره مناسب للمكان. لو وراها كنبه، يعني قدامها كنبه الستاره ورا والكنبه قدامها، لا اخليها طويله واقدر ان انا اقرب الكنبه لقدام شويه. لكن اهم حاجه الستاره تبقى مداريه، ما ينفعش الاقي ستاره مقزعره كده، خصوصا الستاره بتاعه الكوليدور او ستاره بتاعه طرقه او مدخل حاجه اخرها باين. يعني حتى لو مفارقه كام سنتي كده بتبقى شكلها، عارفين اللي بتبقى لابسه جلابيه قصيره او فستان قصير وباين اللي هو بيقولك ايه ده انت شحتاه ده مش بتاعك، هو كده. لا، لازم ان الستاره تبقى واصله للارض. وبرده الستاره الطويله المدلدله الهبله اللي ماشيه حاجتها مش مقاسها، ده برضو ما ينفعش. نفس فكرة اللبس بالظبط، اللبس بيبقى طرفه مظبوط على الرجل، ما ينفعش يبقى طويل اللي هو هبلة ماشية او قصير خالص اللي هو شحتها. لا، بتبقى الستارة طرفها على الارض، اطول سنة بسيطة لو كده بس، لكن ما تجيبهاش بقى ايه اللي هي جرة في الارض او مقزعرة.
تمام. ادي كده اطوال الستاره، الواناتها قلنا اقل لون في الستاره، بلاش تركيبات وحاجات اوفر، بلاش لون الستاره يبقى نفس لون الكنبه بتاعتك حتى لو لايق عليها. ما تختاريش اكبر حاجه يبقى المساحه كلها من نفس الالوانات. ما تختاريش الستاره نفس لون الحيطه، يعني مثلا انا عندي الحيطه بيضه احط ستاره بيضه، لا لازم نكسر، حتى لو فرق درجه بس لازم نكسر. تمام. او عامله مثلا البطانه من تحت ابيض، في ستاره بتبقى مثلا اللي هي في النص وليها الجوانب دي، فاللي في النص لو ابيض اللي على الجوانب اللي لازق في الحيطه لون تاني. لازم افصل. يفضل الستاره اللي افتح من الحيطه يا اغمق من الحيطه، ما تكونش لونها تماما. السجاد. السجاد هو الشق التاني اللي ماسك على طول في الستاير. كل سجاده بيختلف حجمها حسب الاوضه. مثلا زي اوضه السفره. اوضه السفره السجاده لازم تبقى تحت السفره والكراسي كامله، ما ينفعش يبقى السجاده تحت الترابيزه والكراسي طراطيفها مش واصله للسجاده، يعني رجول الكراسي على البلاط، لا، لازم السجاده تبقى كلها داخله تحت السفره وطالع منها اطرف كده صغيره من عند الرجول كده، يبقى دي كده مناسبه للمكان. طيب في الليفينج. في الليفينج المفروض الصح كديكور ان هو يبقى داخل تحت الرجول من قدام او الرجل، مغطي كل الرجول. بس انا شخصيا وعندي عامله كده عشان احنا الواحد بيكنس وبيمسح وبتاع وكل شويه بيشيل سجاد وكده، ما يبقاش مجهود علينا كده او كده. هنشيل الكنب بس مش شرط اشيل الكنبه بايد وافضل احاول اشد من تحتها السجاده، لا هتاخد الكنب سهل. انا عامله ايه عندي، عملت اللي يبقى قاعد على الكنبه رجله مش على البلاط، بس في نفس الوقت السجاده مش داخله تحت الكنبه ومناسبه مع المساحه عندي. يعني ايه، اخلي ان في مسافه قد كده بس من البلاط عند رجل الكنبه، وان اللي قاعد طبعا رجله هتبقى على السجاده. وبعد كده المساحه بتاعتي كلها متغطيه، الترابيزه بتاعت الانتريه متغطيه وكل حاجه، بس مش لدرجه ان انا اخبي كل السيراميك. في اطراف الناس مش هتمشي منها، ده مش الممر بتاعي. تمام، يعني هخلي ليا مكان في الممر على السجاده، مكان الممر بتاعي فيه سجاده، تحت قدام الكنبه فيه سجاده، حته كده باينه من السجاده. بعد كده المحيطات ديت كده بلاط، لان السيراميك ده من ضمن الديكور، فلازم يبقى باين. مش انا مش جايبه اغطي 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 ما اخليش ولا حته سيراميك باينه، ما انا دافعه كل الفلوس دي في السيراميك والبورسلين ليه؟ يعني ده من ضمن الديكور وده من ضمن الحاجه اللي بتبين شياكه شقتك. فماشي، حطي سجاده مناسبه بس مش لدرجه ان احنا نخبي كل البلاط. في اوضه النوم بيقولوا بتوع الديكور ان ما ينفعش ان السجاده تبقى في الحته اللي قدام السرير وانتي نازله من على السرير من الجناب يبقى في بلاط. احنا عندنا حاليا في حاجات مشايات وممكن تبقى من نفس نوع السجاده بتاعتك، تختاري قطعه مشايه وتقصيها. لو عندك تقدري تعملي ده بيكون بشكل مريح للعين، اعملي مشايتين من جنب السرير وحته كده في النص سجاده، هتبقى شكلها الطف. مفيش هتضطري تجيبي سجاده داخله لحد السرير، داخله كده ان انت لما تيجي نازله من على السرير من الجنب ده ومن الجنب ده رجلك توصل لها، ما ينفعش تجيبيها وتبقى من جنب السرير بلاط. تمام كده. ده كده في اوضه النوم. ان كان في ليفينج او انتريه او كده او صالون زي ما قلت لكم بتبقى داخله تحت الرجول، والسفره تحت السفره كلها. ناقص عندنا كده المشايات. المشايات في الطرقة نختار مشاية مناسبة لطول الطرقة، بتيجي قطعة واحدة، بلاش ان احنا نقطعها حتى لو طويلة، خليها قطعة واحدة بس. نحاول ان احنا من الجناب كده نسيب فراغات كده ان يبان لون السيراميك، ومش اجيبها من اول طرطفة الباب لطرطفة الباب التاني بتاع الطرقة، لا، احاول اسيب مسافة من هنا واسيب مسافة من هنا، حاجات صغيره كده السيراميك يبان، يعني السجاده تبقى قاعده مستريحه كده، واخده وضعها وماليه مركزها في المكان، بس في نفس الوقت في براح كده من الجناب. تمام، دي كده المشايه. نيجي عند سجاده المطبخ. سجاده المطبخ مهمه جدا جدا جدا. انا واحده من الناس كنت الاول شايفاها لا مش مهمه، وعشان امسح المطبخ براحتي كل شويه، هي مش بتعطلني عن مسح المطبخ، بل بالعكس دي بتلم وبتنظف المطبخ جدا، ما بتخليش فيه تلبيخ وحاجات في الارض كتير، على طول محافظه على نظافه المطبخ.
ما بتخليش الدنيا تتبهدل. هاتي حاجة مناسبة برضو متوسطنة في أرضية المطبخ. سجاد المطبخ بيبقى خفيف سهل يتغسل وبينشف على طول، وكمان سهل ان انت تلميه توقفيه على جنب تمسحي مطبخك وترجعيه تاني. لازم يبقى في دواسة في أول المطبخ غير السجادة، او على الباب، بس على الباب بتاعه من جوه او من بره لو منفصل. يعني ما تحطيش مثلا المشاية بتاعته في دخلة طرقة بتاعت حاجة تانية، خليها من جوه. في كمان دواسة بتاعت الباب، بتاعت باب الشقة، دي مهمة جدا 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 ولا غنى عنها، ولازم تجيبيها وتفتكريها في السجاد بتاعك. الدواسة بتاعت باب الشقة مهمة قوي علشان خاطر بتاخد لك كل التراب بتاع الشوزات، ما تدخلهولكيش الشقة، وحاولي ما تدخليش حد عندك بالشوز. يعني خلي كل، يعني يبقى في الدواسة دي ويقلعوا الشوز عندها ويخشوا كده يعني. وكمان اخر حاجة عندنا تبقى تبع السجاد هو الموكيت بتاع التويلت. في دلوقتي نازل اطقم من الحمام وكده، انا واحدة من الناس دي انا ما بفضلهاش عشان حمامي انا مش مناسب ليه ده، لاني حمامي هو صغير شوية، الحتة اللي عند الحوض، فعلى طول ان هو بيتبل، معرض للبلل عندي على طول، فمش نافع معايا ان انا احط حاجة جوه هتلم بكتيريا وهتلم حاجات مش هقدر عليها. انا جايبة بس دواسة برضو للحمام من بره محطوطة عشان آه، المية برضو اللي داخل وخارج الدنيا ما تتبهدلش. الصراحة بتحافظ لي على الشقة، ان محدش يبقى مثلا رجله مبلولة او حاجة وخارج يقوم دايس فجأة على سجاد الشقة، لا هي بتحافظ شوية. ونفس الكلام عند الحمام التاني برضو حاطة نفس الدواسة، دواسة الحمام، لكن مش حاطة فرش جوه في الأرض. أولا بيلم بكتيريا، لو أي مية نزلت برضه هيلم بكتيريا، وبيعمل عطنة، ريحة عطنة كده، وبيعمل حاجات كتيرة. الصراحة أنا مفضلوش. لو في حمام مساحته حلوة، في حمام قادرة الميل بتاعه مظبوط، مفيهوش ان انت هيبقى الارض مبلولة على طول او هيوصل للحاجات دي مية، ممكن تحطيها وبيدي شياكة للمكان. بس اختاروا شكله حلو عشان منزلين اشكال شكلها غريب جدا وما بتليقش مع معظم الحمامات. اختاري حاجة تليق مع حمامك، الوانها حلوة وشكلها هادية كده، بس ارجوكي على طول تنضفيهم لان دولت بيبقوا مليانين بكتيريا. فانا ريحت دماغي الصراحة الموضوع ده ما جبتهمش خالص. وبكده يا رب اكون افدتكم الفيديو ده وجاوبت على كل اسئلتكم. لو ليكوا اي اسئله تاني اكتبوا لي تحت في التعليقات هرد عليها. متنسوش لايك وشير للفيديو ده وفولو الصفحه بليز عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.